السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأفضل حال. رجعت لكم بقى النهارده بيوم جديد وفيديو جديد، وهنحضر كده الغدا مع بعض. بس اول حاجه كده ما ننساش نصلي على النبي في التعليقات تحت، واللي لسه طبعا ما اشتركش في القناه ينزل دلوقتي يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد، ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. احنا هنحضر بقى الغدا مع بعض النهارده. الغدا بتاعنا اقتصادي وسريع، وكمان كده ايه تحضره في نص ساعه. وجبه كده سهله وبسيطه وتشرفك لو عندك ضيوف او اللي هتقدمها على سفره يعني. هنعمل كده كبد وقوانص، بس هتعملوهم بقى بتركايه، وهعملهم معاكم كده بحاجات تخليهم كأنها كبده بلدي يعني. اول حاجه كده انا معايا الكبد والقوانص، فانا بقطع القوانص الاول، لان القوانص بتبقى تاخد وقت شويه على ما تستوي، لكن الكبده بتاخدش وقت خالص. طبعا انا غسلاهم بدقيق وخل وليمون وملح ونقعهم كويس يعني، وبعد كده حطيتهم كده في المصفى علشان يصفوا الميه بتاعتهم خالص. هبدا بقى ان نقطع القوانص كده زي ما انتوا شايفين، علشان هي بتبقى تاخد وقت شويه في السوا. فيعني المقص بيبقى ايه يسهل عليكي التقطيع شويه عن السكينه وكده. فانا بقطع دلوقتي بالمقص. قطعت كده القوانص والقلوب. هنعمل بقى، هجيب كده حته من الدهن بتاع البقره، او لو عندك اللي هي بتاعه الخروف او الحاجات ديت، هتحط حته منها كده في وسط الكبده، هتخلي طعمها في حته تانية خالص. كأنها كبده بلدي بالظبط، مش كأنها كبد وقوانص خالص. اول حاجه كده انا خدت حته كده من الدهن دي، وهبدا ان انا اقطعها كده مكعبات صغيره برضو بالمقص، وهروح كده على النار، واجيب بقى الصينيه او الحاجه اللي انا هعمل فيها. انا مش هحط الحته دي كلها، انا هاخد منها بس حته صغيره. خلاص قطعتها كده بالشكل ده. رحت بقى جبت الصينيه اللي انا هشتغل فيها كده وحطيتها على النار، وبدات ان انا انزل اول حاجه كده بالدهن اللي انا قطعته ده علشان بس يسيح. ما استخدمش زيت ولا سمنه ولا اي حاجه، هو بس الدهون اللي نزلت من الدهن ده. طعمها كأنها كبده بلدي بالظبط، والريحه حلوه جدا. جربوها ان شاء الله هتعجبكم. اول لما سخن كده وبدأ ان هو يسيح، شوفوا نزل الدهون اللي فيه، الزيوت اللي فيه كده. هبدأ بقى ان انا انزل طبعا كل ده، النار بتاعتي عالية، وهبدأ ان انا بقى انزل القوانص بتاعتي كده، وافردها كده في الصينية ومش هقلبها. النار عالية علشان ما تنزلش المية بتاعتها. هبدأ كده اقلبها كلها كده مع بعضها، وهديلها بس رشة فلفل اسود علشان الريحة وبس كده. مش هحط اي بهارات دلوقتي خالص غير لما انزل الكبدة. وهعمل جنبها بقى كده شوية لسان عصفور. جبت كيس كده من لسان العصفور في ربع كوبايه من الزيت، وبدأت ان انا احمره كده بالشكل ده لحد لما ياخد لون حلو. شايفين بقى الدهون نزلت منها قد ايه؟ ريحه بقى فظيعه، وطعمها كان جميل جدا جدا. بألف هنا وشفا. هزودها بقى كده نص كوبايه من الميه، وهغطي عليها واسيبها لحد لما تستوي، لان احنا عارفين ان الكبده مبتاخدش وقت خالص في السوا. اول لما لسان العصفور خد معايا اللون الدهبي الجميل ده، نزلت عليه كده ببصلايه متوسطه، قطعتها كده مكعبات صغيره ممكن تفرميها في الكب. بدأت ان انا اقلبه كده. في الوقت ده بتشم ريحه البصله طالعه. جبت كده ايه 3 معالق كبار كده من الصلصه. ممكن برضو تبشري طماطميتين كده ولا حاجه وتحطيهم عليها. احط بقى التوابل بتاعتي، فلفل اسود وكمون وشويه كده من بهارات الفراخ، والملح طبعا ما ننساهوش. وحطيت كمان ربع معلقه صغيره من السكر علشان تعادل الحموضه اللي في الطماطم. وبعدين غطيت عليها بقى كده على نار عاليه، وسبته لحد لما يشرب ميته. خلاص بقى اسيب القوانص كده كنت بوريها لكم، خلاص كده استوت وشربت الميه اللي انا كنت حطاها لها كلها، والريحه بقى طالعه مش قادره اقول لكم. قطعت بقى الكبد بتاعتي برضو بالمقص زي ما انتوا شفتوا، وركنت كده القوانص على جنب، ونزلت بالكبده كده في الجنب التاني. حطيت معاها معلقه كبيره كده في وسطهم من التوم،
المهروس، وحطيت كزبره وفلفل اسود وكمون وملح وبس كده. وهبدأ بقى ان انا اقلب الكبد مع القوانص مع الثوم مع التوابل اللي انا حطيتها دي. وشايفين بقى الدهون اللي نازله دي كله ما ضفناش ولا زيت ولا سمنه ولا اي حاجه، والريحه طالعه جامده، وكمان طعمها كأنك انت بتاكلي كبده بلدي بالظبط. وانا بصراحه بحب ان انا احط بصل، يعني ما بكتفيش ان انا احط على الكبده توم بس، بحب اضيف لها كده بصلايه كبيره بتديلها طعم وريحه حلوه قوي. جبت بصلايه كده بعد ما شوحت الكبد والقوانص مع التوم، جبت بصلايه كبيره وقطعتها كده وحطيتها في وسطهم، وقلبتها كده لحد لما دبلت، ونزلت عليهم بقى ايه بقرنين كده من الفلفل مقطعهم برضو مكعبات صغيره. وكده خلاص، بس الفلفل هيدبل شويه وهنطفي كده، خلاص استوت وبقت زي الفل. ممكن بقى تاكليها زي ما انا هقول لكم كده، هنغرف شويه كده من لسان العصفور اللي استوى ومفلفل وريحته حلوه جدا، وتحطي كده على وشه معلقتين كده من الكبده. ممكن تاكليها بالطريقه دي، وممكن تقدميها بطريقه كمان ان انت بقى تعملي سلطه طحينه وتاكليها بالعيش. زي ما انتوا شايفين كده عملت سلطه طحينه، وعملت كده خيار وطماطم، وكان في شيبسي كمان. وهو ده كان غدانا النهارده. يا رب الفيديو بتاعنا يكون عجبكم، ما تنسوش بقى لايك وشير للفيديو لو عجبكم، وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل فيديو جديد. اشوفكم على خير ان شاء الله، مع الف سلامه.